هات العربية هات يا استاذ. ارجع ارجع ارجع. ايه اللي عمله محمد صبحي ده؟ دي مش نرفزه ولا سوء تفاهم، دي سقطه في حق الممثل. ولو ده عقاب، هو احنا بنعاقب عشان نصلح الغلط ولا بنعاقب عشان نذل البشر؟ يعني ايه راجل فوق ال60 ولا ال65 يجري ورا عربيه بالمنظر ده؟ ولنفترض ان هو غلطان واتاخر وانت عايز تعاقبه مهنيا، تخصم له، تلفت نظره بينه وبينك، يا اخي تزعق له في العربيه لما تركبوا مع بعض، مش تخليه يجري ورا العربيه قدام مصر كلها وهو في السن ده اسمه ذل. يا اخي ده سيدنا انس بن مالك قعد يخدم الرسول عليه الصلاه والسلام اشرف الخلق وقدوتنا في الحياه 10 سنين كاملين. عارف سيدنا انس قال ايه؟ قال والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا قال لي اف قط، ولا عاقبه ولا عاتبه ولا خلاه يجري وراه. القاعده بتقول الجزاء من جنس العمل، يعني العدل مش الانتقام. يعني ما ينفعش واحد يدوس على رجلك غصب عنه في المترو تقوم مطلع سكينه وتذبحه. ما تبقاش عامل زي الستات اللي بتحرم ابهاتهم من عيالها وفاهمين ان هم بينتقموا منهم، وهم في الاصل بينتقموا من نفسهم ومن عيالهم. هي نفس الفكره. انت فاكر ان انت بتعلم السواق الادب، انت في الحقيقه بتخسر رصيد سنين. ده اسمه افتراء. فالموضوع كله اتقلب في وشك. المصيبه ان ده بقى موضوع متكرر جدا، ويا خوفي يبقى عادي بالنسبه للناس. الحيوان بتاعنا فين؟ انتوا مالكم؟ انت مالك انت؟ عالم الاعصاب سوكفيندر اوبهي في جامعه ماكماستر الكنديه عمل دراسه خطيره، بيقول ان الانسان لما بيحس بالسلطه مخه بيعمل شات داون لحاجه اسمها ميرور نيرون. الخلايا دي هي المسؤوله عن انك لما تشوف حد بيعيط تدمع معاه، لما تشوف حيوان بيتألم تتألم معاه. الدراسه اثبتت بالرنين المغناطيسي ان المشاهير واصحاب السلطه الجزء ده عندهم في المخ بيحصل له خمول، عشان كده هم في اللحظه دي عينهم مش شايفه الراجل اللي بيجري ولا المذيع اللي بيتهان. هم مخهم بيترجم لهم ان الاشخاص دي عباره عن اشياء مش بشر. هو فعليا عنده عمى في مركز الاحساس ده في المخ. اوعى تسمح لمخلوق ايا كان هو مين انه يهينك. خايف من ايه؟ خايف اللقطه تروح ولا خايف المدير يهزقك؟ طز في اللقطه وطز في الشغلانه اللي تكسر عينك. محدش في الدنيا في ايده انه يضرك ولا حد في ايده انه يرزقك غير ربنا سبحانه وتعالى. البشر مجرد اسباب. اللي بيجري ورا الناس بيفضل تابع طول عمره، واللي بيقف بعزه نفس الناس بتجيله لحد عنده. قيمتك الحقيقيه في كرامتك، لا بتقولها وانت رافع راسك، مش في حاضر وانت موطيها. بس برضه ده مش معناه انك تبقى غلطان وتبجح. الحياه كلها على بعض مش مستاهله، ومهما عشت وطولت هتحس ان هي كانت قصيره جدا. فعيشها بكرامه. وانا لو السواق ده يقبلها مني انا بعتذر لك يا راجل يا كبير، حقك علينا كلنا. حتى لو غلطت ما تستاهلش اللي حصل فيه. المنظر ده ما يليقش ابدا بشعرك الابيض. لو وصلت لك هحاول على قد ما اقدر اشوف لك شغلانه في مكان تاني يحفظ لك كرامتك. فارجوكم يا جماعه شيروا الفيديو ده يمكن نوصل له ونطيب خاطره. ولو حد بيتفرج علينا محتاج سواق امين او يعرف وظيفه، يا ريت يكتب في الكومنتات او يبعت لي في الرسائل. جبر الخواطر على الله. يوسف ماي سون اي لاف يو. سلام عليكم.